مين مش فاكر الشاطر عمرو وأغنية بابا عبده في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا؟ هنعرف تفاصيل عن حياته الشخصية وكمان أحدث ظهور له، وده بعد ما تواصلنا معاه شخصيا وهو في الحقيقة كان مرحب جدا وكلامه راقي وذوق. بنشكره طبعا، وأكيد هو هيشوف تعليقاتكم للي حابب يكتب له تعليق، ونتمنى نشوفه تاني على الشاشة. الفنان وليد يحيى خليل من مواليد سنة 1972، هو الابن الأصغر للإعلامية الكبيرة عفاف الهلاوي، أو زي ما كنا بنقول زمان ماما عفاف. كانت بتقدم العديد من البرامج، لكن أهمها وأكثرها نجاحا هو برنامج سينما الأطفال اللي كان بيتذاع الساعة 10 الصبح كل يوم جمعة. عفاف محمد محمود الهلاوي اتولدت في بورسعيد وانتقلت مع أسرتها للزقازيق. دخلت كلية الآداب قسم علم نفس واجتماع بالقاهرة، وانضمت لفرقة التمثيل بالجامعة، وكانت زميلة المخرج سمير العصفوري والفنانة إنعام سالوسة والكاتب أسامة أنور عكاشة. رشحتها القوى العاملة بعد التخرج للتدريس في الزقازيق، بس لما أعلن التلفزيون المصري عن حاجته لمذيعين قدمت أوراقها واجتازت الاختبار واتدربت في الإذاعة والتلفزيون لتلتحق بالتلفزيون المصري سنة 1963. تولت منصب مدير إدارة برامج الأطفال في القناة التانية سنة 1990، وقامت برئاسة القناة الرابعة عام 1994. تزوجت الأستاذ يحيى خليل وهو كان يعمل في مجال البنوك، وتعرفت عليه عن طريق ماما سميحة الإعلامية الكبيرة لأنه يبقى شقيق زوجها. تم الزواج وأنجبوا معتز ووليد. معتز يعمل الآن مدير في أحد البنوك في القاهرة، بعد طبعا ما أمتعنا في صغره بمشاركته في عدة أعمال كلها كانت ناجحة، منها هي والمستحيل، أحلام الفتى الطائر، عودة السندباد وغيرها. أما وليد دخل التمثيل عن طريق المخرجة إنعام محمد علي، شارك في مسلسل هي والمستحيل، وبعدها شارك مع المخرج محمد فاضل في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، وحقق من خلاله نجاح كبير جدا لما جسد فيه دور الشاطر عمرو اللي ما زلنا بنحب الشخصية دي لحد النهاردة. الحقيقة هو وقف قدام عمالقة كتير زي عبد المنعم مدبولي ومحمود المليجي وأحمد مظهر وكتير قوي من نجوم الزمن الجميل. بعدها شارك في عدة مسلسلات صور بعضها في دول عربية مختلفة، ومن ضمن الأعمال دي مسلسل وآل البحر مع الفنان عزت العلايلي والفنانة فردوس عبد الحميد، مفتش المباحث مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر، وكان معاه في المسلسل ده الطفل نادر نور الدين اللي اتكلمنا عنه قبل كده هو وأخته اللي شاركت في مسلسل أم العروسة، وده في حلقة خاصة هنسيب لكم لينك الحلقة أسفل الفيديو. شارك أيضا في مسلسل مشيت طريق الأخطار مع الفنان أحمد مظهر والراحلة سهير البابلي، ومسلسل غدا تتفتح الزهور اللي عملنا عن كل أطفال المسلسل ده حلقة جميلة برضو تقدروا تشوفوها في قناتنا. بعد الشهرة الكبيرة والمحبة من الجمهور، الفنان وليد يحيى اختفى عن الشاشة وابتعد عن التمثيل، وده لأنه سافر في سن صغير برا مصر للدراسة، ولما رجع مصر التحق بكلية فنون جميلة وسافر بعدها لأمريكا، وهو حاليا مقيم فيها من حوالي 26 سنة ويعمل في مجال التسويق. هو متزوج وعنده ولدين، الأول 22 سنة والتاني 18 سنة، والصورة دي بعتها لينا في أحدث ظهور له. نتمنى نرجع نشوف كل أطفال الزمن ده من تاني ونستمتع بيهم وبظهورهم على الشاشة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير.